السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الكشري المصري. معانا نص كيلو مكرونة اسباجيتي، معانا نص كيلو من الرز، نص كيلو مكرونة وسط، وتمن من الحمص، وربع عدس بجبة، ومعانا مرقة دجاج بودر اختياري. تعالوا كده حبايبي بقى هنبدأ مع بعض اول خطوة ونشوف هنعمل ايه. هنا اول خطوه هنعملها هننقع الحمص والعدس، هننزل عليهم بالميه المغليه لحد ما نغطيهم، وبعد شويه كل ما نلاقيهم شربوا ميتهم هننزل عليهم بالميه تاني. خدوا بالكم معايا كده ان الحمص هياخد معانا ساعتين نقع، لكن العدس هياخد معانا ساعه واحده بس. هنا معايا 3 بصلات قطعتهم شرايح رفيعه وقلبتهم بمعلقه نشا، وهنزل بنص كميه البصل في زيت غزير متسخن كويس. والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود، طبعا انا نزلت نص معلقه ملح بس ونص معلقه فلفل اسود بس في الكميه دي، ولما اجي انزل باقي كميه البصل هنزل باقي كميه التوابل. طبعا يا بنات انا بدات بالخطوه دي ليه؟ لان انا هحتاج الزيت بتاع البصل ده في كل حاجه هعملها دلوقتي وهوريكم ازاي. بصوا كده معايا، انا نزلت بنص الكميه طبعا دلوقتي، ونزلت بنص كميه البهارات اللي كانت فاضله، قلبتهم كويس. عايزه اقول لكم اللون دلوقتي هيبقى ذهبي جدا وجميل، غير طبعا اللي البصل مقرمش جدا. معلقه النشا دي بتفرق جدا في البصل. بصوا كده معايا اللون التحفه الجميل ده، بجد بجد يعني حاجه كده روعه، والريحه انا مش عايزه اقول لكم. معانا ميه بتغلي على النار، هننزل بمعلقه من الملح ومعلقتين من الزيت، وهننزل بالمكرونه الوسط بتاعتنا. بعد كده هننزل بالمكرونه الاسباجيتي، هنقطعها على 3 قطع زي ما انتم شايفين. طبعا يا بنات خلي بالكم ما تخلوش المكرونه تستوي منكم قوي عشان ما تعجنش. كده بعد ما طلعت معانا هنغسلها وهنصفيها. بعد كده هنضيف عليها معلقتين او 3 معالق من الزيت، وده بيخلي المكرونه ما تعجنش مننا. وفي حله تانية على النار حطيت معلقتين زيت البصل، ونزلت عليهم بكمية الرز اللي معايا، وقعدت اشوح الرز شوية في الزيت. بعد كده نزلت عليهم بكمية العدس، قعدت اشوح الاتنين مع بعض، وضفت عليهم معلقة من الملح و3 كوبايات من المية الدافية، وقعدت اقلب كده كويس في الرز. وبعد كده غطيت عليه وسبته يغلي، واول ما غلى وطيت النار عليه خالص. وبعد كده جبت الحمص كده وسلقته في مية مغلية على النار، وسبته زي ربع ساعة لحد ما استوى. هنا بقى كان جه وقت الدقة. جبت حلة على النار، حطيت فيهم 3 معالق من زيت البصل، نزلت عليهم بالثوم المهروس. بعد كده حطيت عليهم ملح وكمون وكزبرة ناشفة، قلبت كده شوية لحد ما الثوم اصفر معايا. نزلت عليهم بكوبايتين من الخل، انا بطبيعتي بحب الخل كتير جدا في الاكل وبالذات في الكشري. وبعد كده نزلت عليهم بكوباية من المية، قعدت كده اقلب فيهم كويس. واخيرا نزلت عليهم بنص فنجان من الليمون. ودلوقتي هوريكم بقى ازاي من الدقة دي انا عملت الصلصة وعملت الشطة، والله انا خسارة في البلد دي. هنا بقى انا بتحدى اي حد يعمل الصلصة زيي في ثواني. جبت 4 معالق من الصلصة الجاهزة، نزلت بيهم في الطبق بتاعي. بعد كده هضيف عليهم فنجان صغير من الدقة بتاعتنا، افضل اقلب فيهم كده كويس لحد ما اوصلهم للقوام اللي انا عايزاه، وهو ده القوام الصح للكشري. بقى قلت والله لا نولعها. يلا بقى، ونزلت ب3 معالق من الشطة، وحطيت عليهم الدقة كده واحدة واحدة عشان ما تخفش مني. ما ينفعش انزل بالكمية كلها، وفضلت كده اقلب فيها لحد ما وصلت للقوام المطلوب. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وعملنا الكشري المصري بكل تكاته وحركاته. والنبي انا المفروض يسموني ام طارق. بصوا كده، والصلصة بقى والدقة والشطة، جربوها وادعولي.